بعض الشيوخ اللي درست عليهم يضيق عليك في المقدار، ينقص لك، تكون تقرا حزب ولا 6 ثمان 3 أرباع، تجي تقرا نصف، تجي تقرا ربع، وما تقدرش تقول له علاه، من حقه عليك، يختبرك، يرى نيتك، يرى صبرك في طلب العلم إلى غير ذلك. فأنت هنا ما تقدرش تقول له يا الشيخ على تقريني كذا وكذا، هذا من الجرأة. إذا الطالب اطلب من الشيخ، إذا كان هو افتح الباب وقال معليش اليوم عندنا وقت ومن أراد أن يستزيد فلا بأس، أنا جالس إلى بعد العشاء، نجيب قال بعد الظهر، قال أنا جالس إلى العشاء، وتعرف طريقة الشيخ في الإقراء، قال تفضل اقرأ ما شاء الله، راك تقرأ، إذا صوبك، إذا ما كاش تصويب راك تمشي ولله الحمد، وتقطع جزءا من القراءة أو شوطا من القراءة. فمن الخطأ أن الطالب يطلب من الشيخ يقول له لازم تزيدني، ماشي إلزام، ليس بإلزام، من حقه أن يقرأك آية، يقول لك كيف أنا أقعد 100 سنة، نعم، وهذا قد ثبت عن الإمام عاصم رحمه الله أنه أقرأ شعبة 5 آيات، الإمام شعبة تلميذه كان يقرأ عليه ب5 آيات، وأحيانا قد يزيده ب10، وصبر وقرأ عليه وأصبح من قراء الكوفة رحمه الله تعالى. والشيخ له دراية وله تجربة، فهو يعرف متى يزيد ومتى ينقص، وإذا جاءه أمر عارض أو طارئ واستأذن طلابه أو استسمحهم في أن يقرأ فلانا أزيد من زملائه، أكيد أنه يقع واحد الأمر في النفس، وهذا وقع لنا حقيقة، يحز أمر في نفسك، معليش لعل الشيخ أراد أن يزيد فلانا من القسط لظروف معينة فلا بأس. قد يأتي طارئ، واحد مسافر ويقرأ على الشيخ في مدة يسيرة، في 2 أو في 3 أشهر أو في 1.5 شهر، ويكون أهل الإتقان والجودة ومعروف أنه قرأ على غيره واستسمح الشيخ. وقد وقع هذا عند سلفنا، ومن قصة ورش رحمه الله لما ذهب إلى المدينة وسمع بالإمام نافع رحمه الله وطلب أن يقرأ عليه، القصة طويلة أختصرها جدا للاستفادة فقط، فجاء وقال دلوني على الإمام نافع، فدلوه رحمه الله، فجاء ووجد في حلقته الحلقة ممتلئة عن آخرها، فقالوا له الطلبة باش تقرأ على الإمام نافع كما نقولوا يحب لك، وهم لا يعرفونه. فبات في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء الإمام نافع وصلى بهم صلاة الصبح، وهو كان إمام المسجد،